شاب وحيد أهله من أهل الكويت أثناء الغزو سافر مع أهله إلى المملكة ثم إلى الأمارات، وبعدها بقي هناك حتى رجعت وتحررت الكويت، وبعدها رجع والتحق بوظيفة فوجد وظيفة مضيف طيران، وبعد أن يطمئن على الوضع في الكويت اتصل بأهله وأبلغهم أنه بإمكانهم أن يحضروا الآن فالوضع جيد، فرد عليه والده: لا، ما نريد أن نعود، اشترينا أرضا هنا وأكثر قرابتنا موجودون هنا فلنبقى هنا، ولكن يجب عليك أن تأتي إلي أنت، أنا أريدك في أمر. ذهب هذا الولد إلى أبيه في الإمارات وهناك قابله الوالد، وبعد ذلك طرح عليه موضوعا، قال له: أريد أن أزوجك وعليك أن تختار من بنات عمك اللاتي هنا، اختر من تشاء نخطبها لك. خطبوا له واحدة من القرابة وذهب بها بعد الزواج إلى الكويت وسكن معها في المنزل، ويذهب بعض الأحيان فيغيب عن البيت يوما أو يومين أو أكثر بطبيعة عمله كمضيف. كان مقابل المنزل الأقارب والأصدقاء، ولكن أمام منزله مباشرة حديقة ملحقة بأحد الفلل يلتقي فيها شباب يسهرون على العبث واللعب إلى ما يقارب الفجر. وفي يوم من الأيام أثناء سفره وهو غائب من البيت، بل ليلة من الليالي وعند الساعة 1 منتصف الليل وهم في ما هم فيه في حديقتهم يلعبون الورق، يفاجؤون ببيت جارهم يفتح، فتخرج منه فتاة لابسة طرحتها ومتغطية ولكنها بكامل زينتها، بل إن العطر الفواح يملأ الشارع من خلفها. دهش الشباب من طريقة مشيتها وخروجها من المنزل في هذه الساعة. ذهبت آخر الشارع إذا بسيارة تتحرك بعد ذلك مضيئة مصابيحها وتذهب مسرعة. استغربوا هذا العمل، هذه ما هي زوجة فلان؟ قال بعضهم لبعض: بلى. طيب ما هذا الذي يجري؟ فقال أحدهم: يا إخوان لا تظنوا ظن السوء، لعله أخواها أو من قرابتها، وانحرج أن يقف أمام المنزل وخرجت إليه هناك. وبعد يومين رجع المضيف فناداه جاره صاحب البيت وقال له: زوجتك لها إخوان هنا في الكويت؟ قال لا. قال: لها أحد من قرابتها؟ قال: لا أبدا، كل أهلها في الإمارات. قال: لماذا هذا السؤال؟ قال: لا مجرد سؤال. بعد أسبوع تجدد السفر طبعا على حالة صاحبنا وأسفاره، وإذا بهم يرون كل يوم زوجته تخرج من البيت في هذا الوقت، وكل يوم تركب سيارة غير التي كانت بالأمس. غضب صاحب الفيلا لأن الشباب انشغلوا عنه ولم يعودوا يسامروه ويلاعبوه، كان همهم فقط هذه الفتاة متى تطلع، فطردهم وانتظر على أعصابه حتى يرجع صاحب البيت. المضيف المسكين رجع في اليوم الثاني ناداه قال له: يا أخي أنت مضيف؟ قال: نعم. قال: الله يعينك على وظيفتك، أسفار كثيرة وبعد عن الأهل. قال: هذا الذي وجدنا. قال: يا أخي أريد أن أنصحك نصيحة. قال: تفضل. قال: ما دام الله ما كتب لك خلفة ولا أنجبت أولاد من زوجتك يا أخي طلقها وارتاح وريحنا. قال: هذا الرجل كيف أطلق زوجتي؟ إيش هذا الكلام؟ عسى ما شر. قال له: يا أخي الكلام صعب لكن لازم تدري. ثم قال له القصة وقال له: طلقها واستر عليها، خاصة أن أهلها في الإمارات يعني ما راح يدري أحد، وترى الحارة بناتها تحت أمرك، اخطب من تشاء نزوجك وأنت أخ وعزيز. فرد عليه في غضب شديد: الله يكتب اللي فيه خير. ذهب إلى بيته. في اليوم الثاني نادى زوجته وقال لها: اليوم عندي رحلة، جهزي حقيبتي. قالت: غريبة، يعني أنت تسافر مباشرة هكذا؟ قال: نعم. حمل الحقيبة وخرج، ركب السيارة، وكان بعد العشاء، ثم مشى وذهب إلى آخر الشارع ووقف يراقب، والشباب قد اجتمعوا في حديقتهم ينتظر خروجها المعتاد، والشباب ينظرون إليه. وفي تمام الساعة 1 منتصف الليل وصلت سيارة إلى المكان المحدد للقاء كل ليلة، فنزل المضيف إلى صاحب السيارة سأله عن حاجته فارتبك ثم فر هالبا: تعال. فر، أخذ رقم لوحته وبقي في مكانه ينتظر خروج الزوجة الغادرة. ها هي قد خرجت كالمعتاد بكامل زينتها وطيبها متلفعة بعباءتها وطرحتها، وتوجهت إلى مكان السيارة المعتاد. الشباب ينظرون، كانت الإضاءة ضعيفة فواصلت المسير حتى اقتربت منه، وعندها عرفت السيارة وعرفت صاحب السيارة، فأدارت ظهرها له وعادت مسرعة،
فما كان منه إلا أن نزل مسرعا وقبض عليها ثم دفعها حتى أركبها في سيارته وتوجه هو بالسيارة إلى البيت. كانوا ينتظرون أن يقف أمام بيته، وإذا به يتوجه بالسيارة حتى يقف بها أمام الحديقة التي هم فيها، ثم يفتح الباب ويجذب هذه المرأة بقوة ويدفعها إلى المكان الذي يجلس فيه الشباب، ثم يرميها بينهم ويقول: والله لأخلع حجابها الآن وأفضحها كما فضحتني. فتعجب بعضهم، فر من المكان، وبعضهم بدأ يقول: ما هذا، مجنون أنت؟ وبعضهم يسب ويشتم. قال: والله لأفضحنها كما فضحتني. وبدأ ينزع حجابها من عليها وهي تنازعه، تمسك الحجاب بقوة وهو يجره حتى استطاع أن ينزعه من على رأسها وأن يأخذ عباءتها من عليها. وكانت المفاجأة لهؤلاء الجلوس جميعا، لقد كانت هذه المرأة هي الخادمة التي تخدم في البيت، عرفوها من شكلها وليست زوجته. عند ذلك دهش الجميع. قال له صاحب الفلة: لماذا نزعت ثيابها هكذا أمامنا؟ قال له: اسمع، هي قد كشفت سترها وذهبت تتمرد على وتفعل الفواحش، ولكني خشيت إن ذهبت بها إلى البيت أن تبقى التهمة لاصقة بزوجتي، فإنكم قد قررتم أنها زوجتي وأمرتني بطلاقها، وتظنون أني سوف أغطي عليها ولن أفضحها، فلذلك أردت أن تروا الحقيقة بأعينكم، لأني لو قلت لكم بلساني لما صدقتموني. فأنا أثق في زوجتي ثقة كاملة. كانت الزوجة المسكينة تنام بعد العشاء، تبدأ الخادمة بالاتصالات والمواعيد، ويأتيها من يأخذها لقضاء الوطر الشيطاني. أيها الإخوة والأحبة، مصائب في البيوت، قنابل موقوتة، شر وبلاء، وكثير من الناس ورب الكعبة إنه في غفلة لا يدري ما الذي يجري وراءه. والشر كل الشر لو كان هذا الإنسان متعمدا أن يأتي بذات الدل والجمال. أخبرني بعض أصحاب المكاتب أن بعض الناس عندما يأتي يضع شروطا للخادمة: ينبغي ما تتجاوز كذا، ربما 25 سنة، ينبغي أن تكون بيضاء البشرة، ينبغي أن تكون جميلة الملامح وحسنة. لماذا هذا كله؟ أنت تأتي بها، لماذا تستعرض بها؟ وبعضهم يكذب يقول الزوجة طلبت هذه الطلبات. لا يا أخي، ولو طلبت فكيف تأتي بها؟ تأتي بفتنة في بيتك. والمصيبة أيضا أيها الإخوة، إذا كان في البيت شباب فحدث ولا حرج. وقد سمعنا ورأينا وعلمنا أيها الإخوة أن بعض الناس ربما ذهب بأهله في الإجازة، يذهب بزوجته وأولادها إلى الجنوب، إلى الشمال، إلى مكة، إلى جدة، يقول: ما أقدر أجلس لوحدي، من يخدمني؟ بحجة أنها تخدمه. ومن أباح لك ومن أجاز لك أن تبقى أنت وإياه في بيت واحد؟ لا يعلم بما خلف الأبواب إلا الرحمن جل وعلا. لو خشي من الرحمن لما وقع في مثل هذا. ألا فلنتنبه أيها الإخوة، وليس أمر السائق بأقل خطورة من ذلك. وما يجري بين السائقين والخادمات، وما يجري بين الخادمات والعمال الذين في الطرقات،